البني آدم على دين صاحبه. كلمة دين هنا مش معناها العقيدة الدينية وبس، دي بتشمل كمان الأخلاق، السلوك، العادات والمبادئ اللي ماشي بيها. المعنى هو إنك بتتأثر بشكل كبير باللي بتصاحبه. صاحبك ده كأنه مراية ليك، طبعك وقيمك بتميل إنها تتشكل وتتأثر بطبعه. فلينظر أحدكم من يخالل. الجزء ده هو التوجيه المباشر لينا، هو دعوة واضحة ومسؤولية شخصية على كل واحد إنه يفكر كويس ويختار صح مين يصاحب. الموضوع مش صدفة، ده اختيار مهم قوي، لأن الاختيار ده هيحدد جزء كبير من طريقك في الحياة. ليه الحكمة دي أساسية؟ تأثير الصحاب على الإنسان مش بس إنكم بتبقوا سوا، الموضوع أعمق من كده. تأثير خفي، الأفكار والمبادئ والعادات بتتنقل بين الصحاب من غير ما نحس. صاحبك ممكن يخلي الكسل حاجة عادية، وممكن يزرع فيك حب المعرفة والسعي للأفضل. إشارة للمستقبل، نوعية أصحابك ممكن تقولك أنت رايح فين في حياتك. الناس الطموحة بتشدك لقدام، والناس السلبية ممكن تثبط عزيمتك. يا بتبني يا بتهدم. الصاحب الكويس هو اللي بيوجهك للصح وبيساعدك على الطاعة ويبعدك عن الغلط، هو سند وظهر ليك. لكن الصاحب السيء ممكن يكون سبب في إنك تتأخر أو تغلط. باختصار، المقولة دي بتحط المسؤولية عليك في اختيار مين بتشاركهم حياتك. هي بتفكرك إن صاحبك مش مجرد شخص في حياتك، هو انعكاس لمين أنت ومين نفسك تكون.